الاستقرار النفسي للفنان بيرتبط بالتأكيد باستقراره العائلي، واستقرار نفسي اللي بتحدث عنه هو الجو الإبداعي لأنطحتي. محمد الأمين ارتبط في حياته بقصة حب تحدث عنها يمكن كثير، وواحدة من المواقف اللي هو ذكرها إنه كان في انتظار خطيبته اللي هي الآن أم أولاده. وأنا بحييك من هنا مدام سعاد مالك، كل سنة وأنت طيبة وأولادك إن شاء الله بألف خير. وكان جيئة وذهاب وتوتر عالي ما بين الباب والحوش البيت، وإذا بالباب يدق، فبلهفة شديدة هو فتح الباب، وما كانت على الباب سعاد، كان الشاعر المرهف إسحاق الحلنجي. وممكن نقول الإحباط اللي بدأ على وجه محمد الأمين استطاع إنه الحلنجي يقراه بذكائه العالي الشعري، وعرف إنه ما هو الضيف المنتظر، وحدثوا محمد الأمين بأنه في انتظار خطيبته سعاد مالك. فكان الميلاد الجميل لوعد النوار. مرت لحظات وكمان ساعات طالت وحياتك ومنتظرين. مرت لحظات وكمان ساعات طالت وحياتك منتظرين. لو وش صوت الريح بالباب يسبقنا الشوق، يسبقنا الشوق قبل العينين. لو وش صوت الريح بالباب يسبقنا الشوق، يسبقنا الشوق قبل العينين. ونعاين الشارع نلقاه، ونعاين الشارع نلقاه تايه في دموع المغلوبين. أو أنا العيد جاب الناس لينا ما جاب. العيد جاب الناس لينا ما جاب. يعني نسيتنا خلاص، يعني نسيتنا خلاص. مع انك انت خليتنا، مع انك انت خليتنا، مع انت خليت، مع انك انت خليتنا نغني الحب ذكرى وإخلاص إخلاص. صبحت دمعتنا وسادتنا وكده حاول أعرف لينا خلاص. أو كده حاول، كده حاول، حاول
ظل البيت شال النوار، ظل البيت شال النوار، ظل البيت من بهجة وعدك وما جيتنا، ما جيتنا، ليه ما جيتنا وفضلنا وحاتك منتظرين، وفضلنا وحاتك منتظرين، نشوف وين روحتنا، وين روحتنا، وديتنا شوف وين